عدنا إليكم من جديد جدا. بقالنا كتير قوي ما طلعناش رغينا ولا اتكلمنا ولا أي حاجة. آه، يعني في كام يوم اللي فاتوا دول حصل حاجات كتير قوي كده. خلينا ندردش فيها. أخيرا امبارح ليفربول يعني مانشستر يونايتد رخم عليه جامد يعني بصراحة. اللي هو ماتشات من أيام مورينيو وبارك ذا باس والحاجات الحلوة بتاعت مورينيو دي. طبعا استون فيلا بيشكرنا، مانشستر سيتي اوكي كده واقع مش فارق قوي، ارسنال بيشكرنا جدا. آه و عندي بس استفسارين ثلاثة كده على الماتش بتاع امبارح. انا مثلا واحد زي فوران قاعد دكة ليه؟ يعني اديني سبب مقنع واحد ان فوران قاعد دكة. مفيش اي سبب مقنع خالص ان فوران يقعد دكة. هو تقريبا احسن الموجودين، واحسن من ماجواير، احسن من ليندلوف، احسن من ايفنز اكشلي. بس هو قاعد دكة لكل الناس دي، يعني ما اعرفش بصراحة ليه يعني. آم، امبارح تنهاج لعب بالمتاح تقريبا. كده كده خط الهجوم عندنا ميت، يعني بنتكلم عندنا من اللي بشجع مانشستر يونايتد يعني، والعيشه ضنك. تقريبا ما بنجيبش جوان يعني. هو احنا الخط الهجوم عندنا ما بيجيبش جوان، هو ده الفرقه سكوت ماكتوميناي يعني. فخلاص احنا هنعتمد بقى على الحوار ده. جايبين مهاجم ب 75 مليون، ما جابش غير 5 جوان في الشامبيونز ليج اللي احنا خرجنا منها من دوري المجموعات يعني. المهم يعني، وبعدين الكابتن بقى فيرجل الكابتن فيرجيل فان دايك طلع بيصيح دول مبسوطين بنقطة. يا عم هات جون يعني، لما تعرف تجيب جون في فرقة تقريبا متهالكة تعالى اتكلم. تمام. وعلى رأي روي كين يعني، انتوا على الهلومة دي كلها في ال 30 سنة اللي فاتوا كسبتوا دوري مرة واحدة بس، فيعني ريح شوية يا باشا. يعني اركن على جنب كده، ولما تعرف تجيب جون يبقى تعالى اتكلم يعني. عايز اتكلم بس على كوبي ماينو. هو عيل ورور كده عنده 19 سنة في نص الملعب. آه، جامد فشخ. يعني كومبوجر فشيخ، حسن تصرف في مواقف، في كل المواقف تقريبا. الموقف الوحيد اللي هو خرج من ايده يعني اللي هو التاكل على اندو وخد عليه انذار يعني. وتقريبا ده الانذار اللي هو تنهاك قرر يطلعه بدري شويه. آه، مانشستر يونايتد حرم ليفربول اللي هو يفضل متصدر دوري، رجع الصداره تاني لارسنال. انا شايف بصراحه من وجهه نظري يعني، لو هنتكلم مين يستحق يبقى اول دوري او يكسب الدوري السنه دي، كاداء، كمسؤوليه، يعني فيري ويل راوندد تيم في كل حاجه. دفاع جامد، نص ملعب جامد، هجوم جامد، دكه كويسه. آه، رايا ظبط بصراحه، ظبط السيستم نفسه. رامزديل كان الكوره ما كانتش تطلع منه. الكواليتي بتاع طلوع كوره من رامزديل ما كانش ده اللي كنت عايزه يعني، واضح يعني. عشان كده جاب رايا في الصيف يعني. فمن وجهة نظري لو هنتكلم مين ممكن يكسب الدوري في لغاية دلوقتي في الكام اسبوع اللي اتلعبوا دول، احنا داخلين على نص الدوري تقريبا. انا شايف من وجهة نظري هو ارسنال. ليفربول عنده مشاكل كتير قوي بصراحة، وظهرت امبارح يعني. انت عندكش مهاجم يعني، لو احنا ما عندناش مهاجم فانت برضه ما عندكش مهاجم، فاهم؟ داروين نونيز لا يعتمد عليه. جاكبو واضح ان الدنيا مش احسن حاجة خالص. فلو هنتكلم يعني، صلاح لما بيعطل ليفربول كله بتعطل، المنظومة الهجومية بتعطل يعني. فليفربول لا، ليفربول عنده مشاكل بصراحه، ومينلي هجوميه يعني. دفاعيا ماسكين نفسهم تمام. كده كده مانشستر يونايتد ما فيش اي يعني. مانشستر يونايتد لو انت بتلاعب مانشستر يونايتد في اي حال من الاحوال او في اي وقت من الاوقات ما تقلقش يعني بصراحه يعني. الهجوم مستانس قوي يعني. فماتش خلص، فيرجيل فان دايك الف سلامه يا حبيبي، معلش لما تبقى تعرف تجيب جول تعالى اتكلم لو انت جامد قوي كده يعني. بس ده درست على ماتش امبارح. وبعدين الاهلي يعني، الاهلي كالعاده يعني. الاهلي في الدوري حماده، او قبل كاس العالم للانديه حماده، و اول لما تيجي كاس العالم للانديه حماده تاني خالص، سواء لعيبه او سواء يعني مثلا محمد هاني بصراحه يعني. انا يعني ما اعرفش ايه اللي بيحصل له بصراحه في كاس العالم يعني لما بيدخل كاس العالم ما اعرفش ايه اللي بيحصل يعني. ولا حدش ولا حد هيعرف ولا هو عارف ايه اللي بيحصل يعني. بس هو بيتحول لكافو مثلا، برايم كافو بس تمام يعني. عندي بس شكر كده لازم اوجهه لكابتن بيرسي تاو. آه بيرسي تاو في اي ماتش معقرب، اي ماتش صعب، اي ماتش فيه جماهير ضغط عليك، سواء خصم او جماهيرك انت يعني او كده، بتلاقي بيرسي تاو بصراحة رجل المواقف الصعبة يعني. الراجل في اي ماتش احنا كنا محتاجينه
ما بيدفنش راسه في التراب خالص يعني. فده شكر واجب لي الكابتن بيرسي تاو يعني بصراحه. ويعني بصراحه جايزه احسن لعيب في افريقيا اللي هي داخل افريقيا يعني متفصل عليه يعني. والراجل يستاهلها جدا يعني. في ماتش بتاع اتحاد جده تقريبا هو اول واحد مسك السلاح ونزل. اللي هو انت دخلت في الماتش بسببه تقريبا يعني. اللي هو دخل محمد هاني معاه في الجيم، الجبهه اليمين دي الشوط الاول دايس على الباك ليفت بتاعهم مش فاكر اسمه بصراحه اللي هو اتصاب وطلع. الولد كويس جدا يعني. الباك ليفت بتاعهم جامد قوي يعني. اللي هو كان موقف بس بيرسي تاو كان بيروح ومحمد هاني بيروح معاه اند سو اون. فاللي هو ات سام بوينت خلاص يا معلم خلاص هامسترنج خلاص مسك الخلفيه وطلع. فبيرسي تاو بصراحه عظيم. محمد هاني عظيم. معلول السن ابتدى يبان يعني. ده مش معلول كان بيمسك الجبهه الشمال دي رايح جاي رايح جاي رايح جاي اللي هو بيحرت بيحرت بيحرت. طبعا ده مش هنشوفه ما بقيناش نشوفه. فده طبيعي ده طبيعي. الراجل بقى عنده 34 سنه فكبر يعني. محمد الشناوي عظمه كالعاده برضو يعني. محمد الشناوي ده يعني كل حاجه عنده جامده جدا. لو ظبط التصوير من الخارج هنشوف نسخه حارس مرمى في مصر ممكن ما شفناش قبل كده يعني. على الانديفيدوال بيرفورمانس مش بتكلم على الانجازات. عشان لو هنتكلم على الانجازات فعصام الحضري في حته لوحده كده كده يعني. محمد عبد المنعم يعني طبعا جامد جدا وكل حاجه بس يعني it's time to go out يعني. خلاص بقى يا معلم شوف لك بقى عرض احتراف اتكل على الله يعني. الكواليتي ده خساره في الدوري المصري خساره في الدوري المصري خساره في الدوري المصري. ياسر ابراهيم راجل بيلعب على قد الامكانيات. اللي هو عارف ياسر ابراهيم ده بيفكرني باحمد السيد بس النسخه المطوره من احمد السيد يعني. احمد السيد ما كانش فيه كوره خالص. هو راجل بس وبيضرب وبيخبط مش عارف ايه. لا ياسر عنده كوره كويسه يعني. هو النسخة المطورة من أحمد السيد يعني. اللي هو ادي ياسر إبراهيم تعليمات واحد اتنين تلاتة يا معلم هتنزل هيعمل واحد اتنين تلاتة زي ما أنت عايز بالظبط. إمام عاشور لعيب مقرف. لعيب يعني بني آدم مقرف بس لعيب فشيخ يعني. ده تعليقي يعني عليه. آه، وجماهير يعني سو فار يعني. جماهير الاهلي ما شافتش النسخه المرعبه بتاعه امام عاشور في الزمالك. امام عاشور في الزمالك يا جماعه كان بيطلع نار من بقه. انا اهلاوي او كل حاجه بس انا كنت اتفرج على امام عاشور في الزمالك بصراحه. امام عاشور في الزمالك كان بيطلع نار من بقه حرفيا يعني. فاحنا لغايه دلوقتي ما شفناش النسخه المرعبه بتاعه امام عاشور بتاع الزمالك. فعلى ما نشوف النسخه المرعبه دي خلينا نستمتع بالنسخه دي عشان احنا ما شوف بقالنا كتير قوي يعني ما شفناش ويل راوندد نمبر 8. اللي هو نمبر 8 رقم 8 بيعرف يعمل كل حاجه. بيهاجم بيدافع بيقطع بيغشيم الاجريشن بتاعه كبير. فخلينا نستمتع بالنسخه دي على ما نشوف نسخه الزمالك عشان انا من جماهير الاهلي وبقولها بالفم المليان. امام عاشور في الزمالك كان بيطلع نار من بقه. احنا ما شفناش الكلام ده لغايه دلوقتي يعني. مفاجاه المباراه طبعا كان كوكا يعني. او كوكا او واتس ايفر يعني. ذكر هو ذكر فشخ يعني. اي حد في سنه مره واحده لقى نفسه مرمي في النار قدام جماهير اهلي قد كده ضغطاك. جماهير الاهلي شئت ما بقيت هي عامل ضغط على لعيبه الاهلي. طبعا بتشجع وكل حاجه بس بتضغط طبعا طبيعي. والناحيه التانيه جماهير الاتحاد في السعوديه. وانت برضه لعبت ماتشات كتيره في الدوري والتشامبيونز ليج الافريقي. فاللي هو مره واحده ديانج يا معلم قاعد بره. يا باشا انزل شيل يعني. الكرة بتاعت روما اللي هو شالها رومارينيو دي خطيرة بصراحة. عاش فشخ. موديست ابو الحاج يعني انت اخدت انذار يعني ايقاف ماتشين فانت مش هتلعب البطولة دي تاني اصلا. فتمام بقى الف سلام عليك يعني. بس خلينا نتفرج بقى النهارده على ماتش فلومينينسي على. ولما يعني ان شاء الله نكسب كده ونطلع نحتفل مع بعض يعني. اللي هم ال 23 سبسكرايبرز بتوعي. الف شكر. السلام عليكم.